السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. طبعا هذا الفيديو راح يصير شويه مطول لان راح احكي بيه على كليه الطب العام في العراق بشكل عام لسنه 2025 الدفعه الجايه. فاي واحد يعني مقدم على كليه الطب بالعراق او يريد يعرف شنو يعني وشلون الواقع الطبي بالعراق، ما راح احكي عن الواقع الطبي، راح احكي على طريقه الدراسه، عدد السنوات وش كم سنه ايش قد يحتاج لك، وهل الدراسة صعبة وشلون دراسة وشلون المواد وشلون الكليات شنو اعداد الكليات شنو المعدلات، وكل هاي الاسئلة راح اجاوب عليه بهذا الفيديو ان شاء الله. اول شيء نبدي بالطب العام داخل العراق. احنا عندنا 35 جامعة حكومية و45 جامعة اهلية. 35 حكومية و45 اهلية. ايش كم جامعة حكومية عندنا؟ 35 حكومية. ايش كم واحدة بيها طبعا؟ 25 زائد واحد اللي هي جامعة آشور الجديدة اللي انفتحت بالعراق، هي حكومية. فنقدر نقول 26 جامعة راح تطلع اسمائها هنا. اكو عندنا 45 جامعة اهلية، من ضمنها 4 جامعات فقط بيها شنو؟ بيها الطب العام، اللي هي جامعة العميد وجامعة وارث الانبياء اللي موقعها بكربلاء. اقساطهم الجامعية 12 مليون كل سنة لمدة 6 سنوات، عليك الحسبة تقريبا، يعني تختلف شوية بين جامعة وجامعة. نقدر نروح إلى الناصرية بها جامعة العين بها تخصص الطب العام، ونقدر نروح إلى بغداد جامعة آشور بها هم طب عام أهلي. فنقدر نقول 4 جامعات أهلية إضافة إلى 26 جامعة حكومية متوزعة على عموم العراق. يعني من ضمن ال 35 حكومي عندنا 25 أو 26 حكومي، من ضمن ال 45 أهلي عندنا 4 أهلية بها طبعا فقط. بالنسبة للطب العام معدل القبول به بالحكومي هو تقريبا نقدر نقول يعني 99 فما فوق، يعني سنويا ممكن تنزل ل 98 حسب الموازي والأرقام الآتية. احنا ما لنا علاقة بالمعدل، احنا نريد نعرف الطب العام شنو هو. وطبعا انا راح اجاوبك على السؤال شلون ممكن الواحد يصير طبيب بالعراق بالمختصر، وش قد عدد السنوات، لان باعتبار انه انت ممكن سامع انه الطبيب بالعراق يدرس 30 40 سنه يلا يتخرج، فشنو حقية هذا القول وشنو اصحية هذا الشيء؟ وراح نجي لها واحده واحده. اذا انت دخلت اي كليه بالعراق، خل ناخذ بعين الاعتبار جامعه الموصل كليه الطب، لان هذا اللي انا داومت بجامعه المستنصريه وجامعه الطب، هم تقريبا يعني يتشابهون بطريقه كلش كبيره. المهم خلينا نتخيل انه سواء المستنصريه او طب الموصل، نظام الدراسه بهاي الجامعه فصلي. احنا لازم نعرف شنو فصلي. الفصلي انه اني بدايه الدوام دا اخذ ماده ودا امتحن بيها بنهايه الدوام. تعرفون شنو كورسات؟ لان انتم ممكن مداومين بالكورسات، كورس اول كورس ثاني لا. اغلب انديه الطب، اغلب انظمه الطب هو نظام فصلي. حلو. تبدي بالمرحله الاولى راح تاخذ عده مواد. راح تسال نفسك سؤال، هل لازم انجليزيتي قويه؟ لا، اغلب الطلاب اللي كانوا ويانا انجليزيتهم مو ذيك القويه. وبالنهايه الطب احنا راح ندرسه باللاتيني، فاول وتالي انت حتى لو انجليزيتك قويه فلاتينيتك مو قويه، لان عباره عن مصطلحات لاتينيه، فخلي ببالك هذا الشيء. لو اجيب لك امريكي بنص امريكا هم هاي المصطلحات ما راح يعرفها، فخلي ببالك هذا الشيء. اولا انت اول ما تدخل المرحله الاولى راح تلاقي صعوبه بالانجليزي، هذا الشيء طبيعي، كل الطلاب راح يواجهون هاي المشكله. شنو المواد اللي انت راح تاخذها بالمرحله الاولى؟ اغلب المواد هي ما لها علاقه بالطب بشكل عام. انت راح تاخذ حقوق، حاسوب، فيزياء، كيمياء، تشريح، تمام؟ يعني ذني المواد راح تطلع لك هنا قائمه بالمواد اللي انت راح تاخذها. هاي المواد اغلبها ما لها علاقه بالطب. انت اول ما راح تدخل عبالك انت سادس وتقرا بالانجليزي، كان الله يحول المحسنين. يعني المواد اللي انت اخذها بالسادس راح تتحول انجليزي تدرسها هنا، يعني مو كامله بس تتشابه شويه وتتحول لانجليزي. بس عندنا الشيء الاساسي اللي له علاقه بالطب، عندك التشريح اللي انت راح تحس نفسك انه انت جاي تدرس طب. باقي المواد هي مجرد انه كبدايه مواد غير اساسيه وثانويه، انه انت على مود تقوي انجليزيتك وتتعود على الموضوع هذا. حد هنا واضحين؟ المرحله الاولى بها ماده واحده ممكن تحس روحك ان انت قاعده تدرس طب، يعني المرحله الاولى كلها يعني مواد ثانويه ومجرد انه فقط قاعده يحموك للجاي. من توصل للمرحله الثانيه بعون الله راح تاخذ مواد اساسيه هنا، راح تكمل التشريح وراح تكمل وتاخذ ماده ثانيه اسمها الفسلجه، راح تاخذ ماده ثالثه اللي هي الامبريولوجي او اللي هي علم الاجنه. راح نجي نركز على الماده الاساسيه اللي راح ناخذها بالمرحله الثانيه، إضافة إلى باقي المواد اللي ما راح أحكي عليها. أنا راح أحكي فقط على المواد اللي أنت راح تحتاجها. بالمرحلة الثانية راح تجي توصل تاخذ مادة اسمها الفسلجة ومادة ثانية اسمها التشريح. هاي مادتين أساسيات، باقي المواد ما يحتاج أشرح لك إياهن.
ذني المادتين، اولا الفسلجه هي علم وظائف الاعضاء، اي بمعنى انه انت راح تاخذ القلب او راح تاخذ الرئه وشلون القلب قاعد يشتغل وشنو الشيء الطبيعي بالنسبه للقلب. يعني مثلا راح يقول لك يا بعد قلبي انه القلب دا يدق دقات طبيعيه، هي خلينا نقول الرينج من 50 الى 100، اذا هاي دقات طبيعيه. خلينا يقول لك يابا الرئه ايش قد انت قاعد تتنفس، حجم الرئه الطبيعي، والشيء الطبيعي اللي انت راح تاخذه بالفسلجه. زين راح تسالني سؤال، ليش اخذ الشيء الطبيعي؟ لان انا بالنهايه قدامي مريض واريد اعرف المريض ايش بيه، والمريض اكيد مو طبيعي لان جايني لانه هو مو طبيعي جايك بالحكي. من راح توصل الى المرحله الثالثه، لحد هنا المرحله الاولى ما بيها مستشفى، المرحله الثانيه ما بيها مستشفى، المرحله الثالثه عندنا 5 ايام بالاسبوع، راح تداوم يوم بالمستشفى و4 ايام المستشفى راح نسميه سريري، و4 ايام راح نداوم بالجامعه. حلو، افتهم خلي بالك هذا الشيء، يوم بالمستشفى و4 ايام بالجامعه. وهنا راح تاخذ مواد اساسيه كلش مهمه بالمرحله الثالثه. المرحله الثالثه راح تجي تاخذ، انت راح تاخذ الامراض وراح تاخذ علم الجراثيم وراح تاخذ الادويه وراح تاخذ هم الباطنيه. ذني ال4 مواد مهمات كلش. راح اوضح لك الفكره. طبعا يعني نسيت اذكر لك انه بالمرحله الثانيه راح تاخذ الثانيه والاولى راح تاخذ الانسجه. المهم هسه راح اوضح لك الفكره بشكل عام. انا ايش راح استفاد من ذني المواد؟ اولا الماده بالمرحله الثالثه اللي اسمها الامراض هي راح تكون عكس الفسلجه اللي انا اخذتها بالمرحله الثانيه. الامراض هي عكس الفسلجه، امراض عكس الفسلجه اللي اخذتها بالثاني. شلون يعني؟ يعني مثلا اذا اني اخذت بالامراض انه القلب دقاته الطبيعيه خلينا نقول 70، بالامراض راح اخذ انه يجيني مريض دقات قلبه 150 او دقات قلبه خلينا نقول 25. انت بما انه نتخيل انت كل شيء تعرف، انت من شفت الدقات 25 فانت تعرف انه هو مو من ضمن الرينج الطبيعي. 25 ما تشبه ال 50 الى 100، فاكيد انه هذا الشيء مو طبيعي. فاذا هذا نسميه مرض او خلينا نقول شيء عكسي. طبعا هذا مثال كلش مبسط لان يعني كون معلومات تقريبا 100 ملزمه، وهي معلومه مو ضمن ال1000 صفحه اللي موجوده. المهم انا انطيتك مثال حتى تفتهم انه الامراض هنا راح يفهمك الشيء الغير الطبيعي. يعني شخذت بالفسلجه بالمرحله الثانيه، بالثالثه راح تنعاد عليك بس عكس الموضوع. يعني راح تاخذ موضوع خاص بالقلب وشنو الامراض اللي تصير بالقلب. فهاي الماده اللي احنا راح ناخذها راح ندرسها بطريقه كلش مبسطه، وشنو الامراض اللي راح تصير بالقلب. وكل شيء كان طبيعي اخذته بالفسلجه راح يصير عكسه بالامراض، اي بمعنى مادتين مضادات. فانت لازم تفهم الفسلجه على مود تفهم الامراض، اي بمعنى انه انت اذا وصلت للمرحله الثالثه وانت ما ضابط الفسلجه قبل لا تبدي بموضوع الامراض لازم تراجع موضوع الفسلجه يلا تفهم موضوع الامراض. فتمام، هاي مادتين واحده عكس الثانيه. حلو، انت هنا وين وصلت؟ وصلت بعد انت هنا اولا جاك مريض حالته طبيعيه، خلينا نقول كان يدق قلبه خلينا نقول 70 دق، وصل انه قام يدق 25. انت شلون عرفت؟ قريت ماده اسمها الامراض اللي اخذتها بالمرحله الثالثه. حلو، انت واحده واحده قاعد تفهم. حلو، زين السؤال هنا شنو الشيء اللي خلى قلبه من ال50 او من ال70 صار 25؟ بسبب اكو فد فيروس او اكو فد نوع من انواع البكتيريا دخل داخل جسمه واذاه. زين يعني شلون اعرف شنو نوع البكتيريا او الفيروس؟ انا راح اخذه بعلم الجراثيم، علم مسبب المرض اللي هو هذا الفيروس او الجرثوم. اخذته بعلم الجراثيم او الميكروبيولوجي، عرفت شنو هذا الفيروس او البكتيريا اللي سبب لي مرض، حول لي من الطبيعي الى الغير الطبيعي. اولا انه انا قريت علم الاجنه عرفت شنو نوع الفيروس، وقريت موضوع الفسلجه وعرفت شنو الطبيعي، وقريت الامراض اللي هي موجوده بالمرحله الثالثه وعرفت شنو المو طبيعي. الحد هنا واضح. هسه انا عرفت المرض، زين شنو العلاج؟ لحد هنا انا ما حكيت على العلاج، انا هسه يلا عرفت انه هذا الشخص بهذا الخلل. واضح. انت اجيت اخذت شنو؟ اخذت اضافه الى ذني المواد اخذت ماده اسمها الادويه، فارماكولوجي. الادويه راح تقول لي الادويه شغله الصيدله، للاسف شغلتك انت. خليني اوضح لك هاي الفكره، انه انت وصلت الى الادويه. هذا الدواء اللي انت راح تنطيه للمريض اولا كان طبيعي صار غير طبيعي. شنو الدواء اللي ممكن انطيه لهذا الشخص يحول للحاله مالته من الغير الطبيعي الى الطبيعي؟ فاذا عرفنا الطبيعي وعرفنا غير الطبيعي وعرفنا شنو المسبب لهذا المرض، شنو العلاج؟ راح ناخذه بالادويه. حد هنا واضحه، وصلت الى الادويه، وهذا الدواء اللي راح يعالج او يحول هذا المريض من الغير الطبيعي الى الطبيعي.
عرفنا. الطبيعي راح تاخذه بماده بالمرحله الثانيه اسمها الفسلجه، الغير الطبيعي راح تاخذه بماده اسمها الامراض بالمرحله الثالثه. شنو مسبب هذا المرض؟ راح تاخذه بعلم الجراثيم. شنو العلاج لهذا المرض؟ راح تاخذ بماده اسمها الادويه. فاذا انت يعني كملت الدائره. اكو عندنا طبعا الانسجه راح تساعدني انه النسيج راح يتحول، شلون اتاكد انه هذا المرض، او شلون اتاكد انه هذا الشخص بهذا المرض. وراح ناخذ بعلم الانسجه، ما راح اتطرق لهذا الموضوع لان انت ان شاء الله من تدخل الكليه راح تتعرف على المواد. فانا شلون دا اربط لك المواضيع مع بعض على مود انه انت تفتهم شنو الوضع. ممكن تاخذ بالمرحله الثالثه جراحه وباطنيه، بس هاي المواد مجرد خلينا نقول دي يحموك على المرحله الرابعه هيك. تمام. الطب العام راح يتقسم الى قسمين، مرحله اولى ثانيه ثالثه، ومرحله رابعه خامسه سادسه. هسه راح نتعرف ليش الموضوع هذا راح يتقسم الى موضوعين. شنو علاقه الاولى ثانيه ثالثه رابعه خامسه سادسه؟ خليني احكي لك شغله. اغلب المواد اللي انت اخذتها بالمرحله الاولى والثانيه والثالثه راح تنعاد عليك بالمرحله الرابعه والخامسه والسادسه. ومثل ما قلنا راح نقسم قسمين، القسم الاول والقسم الثاني. هسه احنا وصلنا الى نقطه فارقه بين القسم الاول والقسم الثاني. هسه مثل ما قلنا المرحله الثالثه عندنا 5 ايام، يوم بالمستشفى و4 بالجامعه. حد هنا واضحه، راح تاخذ محاضرات ويوم بالمستشفى. حلو. من نوصل للمرحله الرابعه راح تلاحظ انه انت راح تداوم يومين بالمستشفى و3 بالجامعه. راح فرق هنا انه انت راح تداوم يومين بالمستشفى وراح تداوم 3 داخل الجامعه. هنا انت راح تجي تاخذ 3، راح تاخذ باطنيه، جراحه، نسائيه. ذني 3 مواد الاساسيه. زين، انت هنا راح تقول لي شنو الربط بين اولى ثانيه ثالثه وبالرابعه هاي؟ هنا اكو عندك ماده اسمها الباطنيه. شنو هي الباطنيه؟ اكو عندنا موضوع بالباطنيه، مثلا راح تجي تاخذ موضوع اسمها الجلطه القلبيه. تمام. انت ما راح تاخذ هاي الجلطه. ايش راح تاخذ؟ طبعا راح احكي كل مصطلحات عربي على مود تفتهم انا ايش احكي. جلطه قلبيه. انت بهاي الماده من تاخذها راح ترجع تاخذ بنفس الملزمه ونفس الماده، راح ترجع تاخذ تشريح القلب. راح تاخذ انسجه القلب. التشريح مالته انت ماخذه بالمرحله تقريبا لو الاولى لو الثانيه، المهم يعني خلينا نقول ماخذها بالمرحله الاولى. انت ماخذ تشريح القلب بالمرحله الاولى بالملزمه نفسها، وراح تاخذ انسجه القلب اللي انت اخذتها بالمرحله الاولى. راح تاخذ فسلجه القلب اللي انت اخذتها بالمرحله الثانيه. وراح تاخذ شنو؟ راح تاخذ الامراض بالقلب اللي انت اخذتها بالمرحله الثالثه. وراح تاخذ مسبب المرض اللي هم اخذته بالمرحله الثالثه. وراح تاخذ خلينا نقول الفحوصات اللي احنا راح نسويه لمريض الجلطه القلبيه. وراح تاخذ طريقه علاج مرضى الجرحى القلبيه. انه احنا شنو بماده اسمها الباطنيه جمعنا كل المواد اللي اخذناها بالمرحله الاولى والثانيه والثالثه. خلينا نقول انه هاي المعلومات كل معلومه كانت موجوده بملزمه. مثلا هاي المعلومه اخذتها بالشهر الرابع، هاي المعلومه اخذتها بالشهر الخامس. يعني كل معلومه كانت موجوده بماده، وهاي الماده وانت ماخذها قبل 3 سنوات. فهنا تجينا ماده اسمها الباطنيه راح تجمع لك المعلومات اللي كانت تخص الجلطه القلبيه اخذتها وين؟ اخذتها بذني 3 مراحل. راح تجيك بملزمه واحده بمعلومه واحده حتى تقراهن سويه وتقوم تربط المواضيع اللي انت اخذتهن تربطهن بمرض واحد. اي بمعنى انه انت اخذت معلومات، بس انا هسه شرحت لك شلون. بس بالجامعه ما راح يفهموك يقولوا لك انه هاي المواضيع مترابطه، لان مثل ما قلت لك معلومه اخذتها بالمرحله الاولى، ومعلومه اخذتها بالثانيه، ومعلومه اخذتها بالثالثه. طبعا كل معلومه بيناتهم سنه كامله، فانت بالنهايه بشر راح تنسى. فهاي الماده اللي اسمها الباطنيه راح تجمع لك المعلومات اللي كانت موجوده بملزمه واحده، وراح تاخذ امراض اكثر واكثر، وراح تزيد معلوماتك. تمام. المعلومات اللي اخذتها راح تضيف عليها بعد معلومات اكثر غير اللي كان موجودات هنا. تمام. فقط انه راح تجمع لك المعلومات هنا وتحط لك اياها بملزمه وتشرحها على شكل مرض. سابقا انه احنا كنا ناخذ ماده اسمها الفسلجه. هسه راح ناخذ موضوع اسمه جلطه قلبيه. تمام. الموضوع نفسه دا يتمحور حوالين المرض. احنا ما راح ناخذ بشكل عام، لا احنا راح نركز على مرض ونعرف شنو اسبابه ونعرف شنو اعراضه ونعرف شلون علاجه والفحوصات وكل هذا الشيء بماده اسمها الباطنيه. حلو. هسه انا كملت، عرفت شنو المرض وتاكدت انه هذا الشخص بيه مرض. شلون اعالج هذا الشخص؟ اكيد انه هذا الشخص بيه مرض يحتاج عمليه، يحتاج عمليه جراحيه. شلون نسوي هاي العمليه الجراحيه؟ راح نجي للماده الثانيه اللي موجوده بالمرحله الرابعه اللي اسمها الجراحه.
هاي الجراحة راح تعلمنا شلون نعالج هذا المريض اللي كان به جلطة قلبية بطريقة جراحية. هاي المادة الثانية، حدنا واضح. عندنا مادة ثالثة اسمها النسائية. النسائية راح ناخذها بقسمين، المرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة. بالمرحلة الرابعة حسب الجامعة اللي انت بيها راح ناخذ شنو الأمراض الخاصة بالنسائية، راح ناخذ النسائية الخاصة بالحوامل، يعني شو الأمراض اللي ممكن تصير بها الحامل وكل شيء يتعلق بالحامل. هاي مادة كاملة ومطولة وراح تاخذها بكل تفاصيلها، بكل تفصيلة راح تاخذها. وإضافة إلى كل هذا راح ناخذ الكوميونيتي ميديسن اللي هو طب المجتمع. بالمرحلة الرابعة راح نركز على طب المجتمع. شنو هو طب المجتمع؟ يعني هسه مثلا من تلاحظ إحصائية تنشر مثلا خلينا نقول 90% من الناس المعرضين لمرضى كذا إذا أكلوا كذا، إذا الناس أكلت كحول بنسبة 99% راح يصير بهم هذا المرض، إذا هذا الشخص قام يدخن فخلينا نقول 50% راح يصير بهم فلان مرض. فأنت قاعد تلاحظ كلها نسب. أكو شخص قاعد يجمع لك المعلومات والإحصائيات على العالم بشكل عام، وده يسوي لك معادلات رياضية وده يطلع لك إحصائيات طبية، إنه أنت إذا أكلت هذا راح يصير هذا، إذا سويت هيك راح يصير هيك. شنو هذا المرض وشنو أعراضه؟ أكيد إنه إحنا من أخذنا بالباطنية إنه الشخص صار به جلطة قلبية، شنو المسببات؟ فعددوا لك مسببات، بس إحنا شلون تأكدنا إنه الشخص إذا كان سمين أو أكل كوليسترول هواية راح تصير به جلطة قلبية؟ منين جبنا هاي الإحصائية؟ هاي الإحصائية تنجمع عن طريق مادة اسمها طب المجتمع. وظيفة المادة هاي إنه طريقة جمع العينات وشلون ممكن الواحد يعني يبحث عن طريق مرض جديد. يعني هسه إحنا جانا مرض جديد سميناه كوفيد 19 أو كورونا كان مرض جديد، وشلون نعرف الأعراض وشلون نعرف التشخيص. هسه مثلا بالباطنية الجلطة القلبية شفتها بالمنازل، بس هذا مرض جديد شلون أعرف الأعراض، العلاج، كل هذا الشيء، وشلون أعرف إنه هذا الشيء الصحيح مو الشيء الغلط. شلون يعني مثلا بالبداية كانوا يقولون إنه إذا نجيب بلازما دم من مريض صار به مرض وتعالج وأحطه بمريض ثاني ممكن هذا الشيء يفيده، بس بالنهاية طلع ما يفيده. زين، شلون عرفنا هذا الشيء؟ من خلال مادة اسمها طب المجتمع. راح نتعرف على شلون نجمع العينات وشلون يعني بعض الأمراض وشلون شو الإحصائيات، وهاي الإحصائيات شلون تنجمع بطريقة رياضية وبطريقة شلون أجمعها عن طريق المستشفى أو دوائر الدولة، وكل هاي التفاصيل عن طريق مادة نسميها طب المجتمع، أو مادة شلون يعني نسوي إحصائيات على مرض معين، أو شلون نعرف إنه السمنة ممكن تؤدي لنا إلى جلطة قلبية. شنو الرابط بين السمنة والجلطة القلبية وشلون أأكد هاي العلاقة بين ذني المرضين؟ أكو مادة اسمها طب مجتمع. بالإضافة إلى الطبيب يسمونه رئيس الوحدة الطبية. شنو مسؤوليات الطبيب وشنو ممكن يسوي الطبيب؟ لأن بالنهاية الطبيب هو رئيس الوحدة الطبية، لازم يرشد زملائه من الكادر التمريضي ومن باقي الكوادر التمريضية اللي موجودة أو الكوادر الطبية اللي موجودة داخل سواء صالة العمليات أو المستشفى. لأن بالنهاية الطبيب عبارة عن رئيس الوحدة الطبية، يعرف شلون يدير الوحدة هاي وكل واحد شلون يسوي شغله. هذا نفس الشيء بالنسبة لطب المجتمع. وناخذ المادة الخامسة اللي اسمها الطب العدلي. شنو هو الطب العدلي؟ مثلا لو اجانا شخص ميت، شلون نعرف هذا الشخص مات طبيعي لو انقتل؟ يعني مثلا انا اجيب ادش واحد بسكينة واذبه بالنهر، تمام، ويجي يشيله واحد يقول له خطية هذا مات غرقان، تمام، ممكن تباع انه اكو هنا مكان سكينة، ما يحتاج طب عدلي، يقول لك هذا مقتول بسكينة. هذا سؤال حلو. زين، سؤال، اذا انطيته مخدر خدرته وذبيته بالمي، خدرته وذبيته بالمي، من اني اجي اشيله من المي انا راح اقول غرقان، بس من اخذه للطب العدلي راح يعرف انه هذا الشخص تخدر وانذب بالمي او تسمم وانذب بالمي، اي بمعنى انه اكو شخص كاتله هو ما ميت. فاني شلون اعرف هذا الشخص انقتل لو مات طبيعيا، غرق لو انذب بالماء؟ كل هاي الاسئله راح تلقى جوابها بماده اسمها الطب العدلي. فاحنا مثل ما قلت لك المرحله الرابعه هي انت راح تصير طبيب وتتعرف على الحالات المرضيه وشلون تعالج المشاكل. الحد هنا واضحه. المرحله الرابعه راح تجمع لك المعلومات اللي اخذتها خلال 3 سنوات وتجي تحط لك اياها هنا. المرحله الخامسه تعتبر مكمله للرابعه. شلون يعني؟ بالباطنيه طبعا احنا ما نقدر ناخذ الحالات المرضيه كلها بسنه واحده، لا، ناخذ قسم من الحالات المرضيه الخاصه بالباطنيه بالمرحله الرابعه، وناخذ القسم الثاني بالمرحله الخامسه اللي هي هم نسميها الباطنيه. الجراحه نفس الشيء، اخذنا قسم بالمرحله الرابعه، نكمل هذا القسم بالمرحله الخامسه. النسائيه
بالمرحلة الرابعة أخذنا الأمراض الخاصة النسائية المتعلقة بالنساء والحوامل، تمام؟ الحوامل بالضبط والأطفال وشون ينولدون وخطر الإصابة وكل شيء يتعلق بالحوامل أخذناه بالمرحلة الرابعة. من نوصل للنسائية بالمرحلة الخامسة راح ناخذ الأمراض النسائية المتعلقة بالنساء. يعني هسه مثلا لو تقول لي هسه الجلطة القلبية إذا صارت بالنسوان تعتبر من الأمراض النسائية؟ لا، هذا مرض يعتبر مشترك بين خلينا نقول الذكور والإناث. بس اكو أمراض خاصة، يعني مثلا سرطان الرحم هل راح يصير بالولد؟ لا، هاي تعتبر أمراض. أو أمراض خلينا نقول خربطة الدورة الشهرية، هل الولد عنده أو الذكر عنده دورة شهرية؟ لا. فهذه الأمراض تتعلق بمادة اسمها النسائية وتتعلق بالإناث، مو الحوامل، لا الإناث بشكل عام. وبالإضافة إلى المادة الأساسية بالمرحلة الخامسة راح ناخذ مادة اسمها الأطفال أو الأمراض اللي تصيب الأطفال. لأن أو كلنا نعرف إنه أول ما ينولدون الأطفال راح يصير بهم أمراض أشكال وألوان، يعني خلال من العمر خلينا نقول سنة سنتين لحد ما يعبر خلينا نقول ل 10 سنوات و 12 سنة ورا ما يكبر. لأن بالنهاية ما أقدر أنطي نفس الدواء للطفل وللكبير، ومو نفس الأمراض اللي راح تصير بالأطفال راح تصير بالكبار. لأن أكو بعض الأمراض تصير فقط الكبار، وأكو بعض الأمراض تصير فقط بالأطفال. فأكو مادة اسمها الأطفال على مود أعرف شلون أتعامل ويا الأطفال والأمراض اللي ممكن تصيب الأطفال. هاي بالمرحلة الخامسة. بالمرحلة الرابعة تاخذ شوية أطفال بس، يعني الأساسي بالمرحلة الخامسة. وبالإضافة إلى المرحلة الخامسة هم راح ناخذ مادة اسمها الأشعة. شنو يعني أشعة؟ يعني ممكن تشوف مفراس، أشعة اكس راي، ما ادري شو يسموه بالعربي، مفراس، رنين. ذني شلون ممكن الطبيب يقرا، انت ما ماخذ بعدك، ما ماخذ شلون تقرا هاي الاشعه. فبالمرحله الخامسه راح يعلموك شلون تقرا هاي الاشعه. هذا هنا واضحه، ما عندنا اي مشكله. وعندنا عيون، تمام؟ امراض العيون وكل شيء يتعلق بالعيون راح ناخذه ان شاء الله بالمرحله الخامسه. راح نجي المرحله السادسه. المرحله السادسه عباره عن مراجعه ل5 سنوات بسنه واحده. عندك فقط 4 مواد. بهاي السنة إن شاء الله أنت عندك 4 مواد. المادة الأولى عبارة عن الباطنية، هي عبارة عن جمع مواد الباطنية المرحلة الرابعة والخامسة، تمتحنها بالسادسة أو تقرأها كلها بالسادسة مرة ثانية. بس شنو دوامك راح يصير بالمستشفى، لأن الرابعة والخامسة إحنا كنا نداوم 2 بالمستشفى و3 بالجامعة. بالمرحلة السادسة أغلب دوامنا راح يصير بالمستشفى تقريبا الكل. فكل شيء راح ندرسه راح نجي نطبقه بالمستشفى. الباطنيه مال الرابعه والخامسه تنجمع سويه تاخذها بسنه واحده. النسائيه اللي اخذناها الخاص بالحوامل والنسائيه راح تنجمع بماده واحده وناخذها بالمرحله السادسه، هاي الماده الثانيه. الاطفال اللي اخذتها بالرابعه والخامسه راح تجي تراجعها بالسادسه وتمتحنها بالسادسه. هسه راح نعرف ليش. وعندك ماده الجراحه اللي اخذتها بالرابعه والخامسه تنجمع سويه وتمتحن وين؟ راح تمتحن بالمرحله السادسه. عندك ذني ال4 مواد. والمرحلة السادسة بالطب العام تعتبر وزارية. وزارية شلون يعني؟ أي بمعنى أنه أنت امتحاناتك راح تجي من بغداد، أسئلة مشتركة لجميع الجامعات، تمام؟ نفس الأسئلة الكل راح تمتحن بها. ولازم تعرف شيء، أنه الطب العام يعتمد على المعدل التراكمي في حالة الاختصاص. المرحلة الأولى 5 درجات، المرحلة الثانية 5، المرحلة الثالثة 5، المرحلة الرابعة 20، 25، المرحلة السادسة 40 درجة. تجمعها كلها راح يطلع لك معدل تراكمي. على هذا المعدل تقدم اختصاصات. راح تسألني سؤال شنو على شيء؟ على شيء ممكن يصير الجلدية والعيون اللي هم تقريبا معدلهم 80. راح تقولي بس 80؟ لا، هذا معدل الطب غير عن خلينا نقول السادس، ما له علاقة بالسادس. السادسة أنا أقصد سادسة طب مو سادسة إعدادي. هنا المعدلات مال 5 سنوات تجمعهن، أو العفو 6 سنوات تجمعهن على مود تقدم على خلينا نقول اختصاص معين. وأعيد وأكرر، أنت لازم تصير خلينا نقول من الأوائل خلال ذني السنوات على مود تطلع معدل تراكمي زين على مود تقدم على الاختصاص اللي أنت تريده. نفس السادس طلعت معدل عالي أكو عندك الاختصاصات كلها تقدر تقدمها. إذا ما طلعت معدل عالي تقدر تقدم اختصاصات معينة، وتقدر اختصاصات ثانية ما تقدر تقدم عليها. خلي ببالك هذا الشيء. هسه خلينا نقول انه انت بعون الله طلعت من ال6 سنوات ومن يعني الدوخه هاي، مواد كلش هوايه ودراسه كلش هوايه. خل ابسط لك فكره، انه انا مثلا بالمرحله الاولى اخذت 170 ملزمه، المرحله الثانيه اخذت تقريبا 270 ملزمه، المرحله الثالثه تقريبا 470 ملزمه، المرحله الرابعه العفو الثالثه 470، المرحله الرابعه اخذت بحدود ال 580 90 ملزمه هيجي، المرحله الخامسه تقريبا طخ 650، السادسه ما ادري بعدها يم الله يمكن طخ ال 800.
فبالمختصر اعداد ملازم كلش هوايه، فلازم تخلي ببالك هذا الشيء. زين انت بعد ما طلعت من ال 2000 3000 ملزمه او خلينا نقول 2000 ملزمه، انت ورا ما طلعت خلال 6 سنوات وصرت ذكي وتفوقت، ايش راح يصير بعدها؟ ورا ال6 سنوات هنا انت كملت. بالنظام العراقي انت راح تنتظر سنه لحد ما تتعين. ما ادري اذا اكو تعيين او لا، بعدها ظلت الدوله. المهم على فرض انه اكو تعيين، انت تخرجت من كليه الطب والجراحه العامه، اول ما تتعين راح يكون راتبك 950 912، ما يطخ المليون حسب مكان سكنك والدائره اللي انت تداوم بيها، خلينا نقول 912 الف تقريبا، هذا هو راتبك. زين انت هنا راح تداوم بالمستشفى، راح يسموك مقيم دوري، راح تداوم بالطوارئ. انت راح تداوم تقريبا حسب المكان اللي انت بيه، بس عندك 20 كول خلال شهر. 20 الكول يساوي 12 ساعة، فأنت عندك 12 ساعة لمدة 20 يوم وما ملتزم ولا عطلة، عيد، فيضان، غرقان، غرقة المستشفى، يعني شلون ما كان انت دوامك دائما لازم عندك هذا ال20 كول بالشهر لازم. انت هنا بفترة الإقامة الدورية اللي هي تقريبا من سنة إلى سنتين حسب السنة اللي انت راح تتخرج بيها. انت تقريبا راح تتحول بين اختصاص واختصاص، راح تتحول 4 اشهر باطنيه، 4 اشهر جراحه، و4 اشهر نسائيه. فهاي هنا عندك الاقامه الدوريه. الى ما سلف الله انت ظليت عايش وظليت حي وبعدك على نفسك، انت هنا كملت الاقامه الدوريه. انت بعدك ما عندك اختصاص، بعدك ما عندك اختصاص وراتبك تقريبا 912000. زين انت ورا خلينا نقول 6 كملت الجامعه وانتظرت سنه، هاي ايش قد؟ هاي 7 وسنتين تقريبا اقامه دوريه، وبعدين تصير اقامه قدمه. إقامة قدمة بالنسبة للاختصاص اللي أنت تريده، باطنية، جراحة، خيبر، أي شيء كان. خلينا نقول سنة سنتين هم ظليت بالإقامة القدمة، فهنا خلينا نقول سنة. منها 6 7 انتظرت، والثامنة مقيم دوري، ومنها تقريبا 10 سنوات. 10 سنوات بحيل الله كملت الإقامة المقيم الدوري وإقامة القدمة كملتها. أنت ايش قد كان عمرك من دخلت للطب؟ كان عمرك 18 سنة، فرضا ما عندك ولا سنة رسوب. 18 ل 10 هاي 28 سنة. لحد هنا حلوين واضحين، ما عندنا اي مشكله. وصلنا الى فتره ال 28 سنه او كملت الاقامه الدوريه واريد اقدم اختصاص. اولا الاختصاص يعتمد على الامتحان التنافسي ويعتمد على المعدل التراكمي. اول شيء انت عندك معدل التراكمي اللي بالست سنوات. ثاني شيء انت راح تمتحن امتحان تراكمي، والمعدل التراكمي تقريبا من 70 درجه، والامتحان التنافسي 30 درجه. تجمعهم سويه راح يطلع لك معدل. هل هذا حسب التنافس اللي موجود بالاختصاص المعين بالسنه المعينه راح تنقبل. بس تقريبا خلينا نقول اعلاهم هي الجلديه والعيون اللي هم اختصاصاتهم خلينا نقول 80 هيك شيء. 80 مو سهله، لا عبالك سهله، 80 مو سهله. زين بلا سلف على الله، انت واحد خلينا نقول امكانيتك قويه بالدراسه، بعد سنه ما مكمل، انت تريد تصير جراح قلب. شلون ممكن واحد يصير جراح قلب على فرض ان انت ما راسب ولا سنه انت ما راسب، او ما مأجل ولا سنه؟ ممكن طالب بيأجل بعد 10 سنوات، ممكن يريد يشتغل له شغله، ممكن يتزوج يترك سنه، بالعاده يسوون هيك شيء، يتركون سنه. فرضا ان انت لا تزوجت، شو سويت؟ وصلت الى عمر ال 28 سنه. عمر ال 28 سنه انت هنا راح تقدم اختصاص. على فرض انت ببالك جراحه القلب او جراحه الاعصاب، خل نستمر على جراحه القلب. ايش قد سنوات الاختصاص؟ راح يطلع لك صوره هنا سنوات الاختصاص، على فرض انه معدلك التراكمي عالي ونجحت الامتحان التنافسي وقبلوك. هاي هنا انت ملك. لحد هنا وصلنا الى الاختصاص. الجراحه العامه تحتاج 5 سنوات، يعني هسه انت كنت بال10 وراح تترك سنه وياها 5، لان انت لازم تترك سنه على مود ترتاح شوي، ما تقدر قبل. فتقريبا ما تركت سنه، عوف، ما راح اخليك تعوف سنه، تولي السنه ما لا تعوف. داوم قبل ولا ما اعتقد يصير هذا الشيء، مثلا داومت قبل ما احسب لك سنه، هاي السنه طاير لعيونك. المهم وصل عمرك 28 سنه. عندك الجراحه العامه تحتاج 5 سنوات حسب الجدول اللي موجود هنا، تقدر تشوف السنوات لكل اختصاص. هذا يسمونه اختصاص غير دقيق، تمام؟ هذه يسمونها اختصاصات غير دقيقه. جراحه عامه 5 سنوات، انت كان عمرك ايش قد؟ 28 زائد 5 33 سنه، و5 سنوات منها تقريبا صار لك تدرس 15 سنه. هذا هنا حلو. بعدك ما صاير جراح قلب، واضح هنا. حتى تصير جراح قلب هم تقدم امتحان تنافسي وتنقبل، قدمت تقرر اختصاص دقيق جراحه قلب. ورا الجراحه العامه جراحه القلب. جراحه القلب تحتاج 3 سنوات ورا الجراحه العامه.
اي بمعنى على فرضا انه اذا الله خلانا طيبين ظليت تدرس كل هاي السنوات، لا تركت سنه ولا رسبت سنه ولا عدت سنه ولا سويت شيء ولا تزوجت، كل شيء ما سويت، وصلت بعمر 33 سنه الحمد لله وصلت الى الجراحه العامه وانقبلت جراحه قلب. 33 زائد 3 هاي ايش قد؟ هاي عمرك يعني 18 سنه دراسه، 18 سنه دراسه هنا، وايش قد صار عمرك؟ 33 زائد 3 36 سنه. فاذا بلا سلف على الله، الحمد لله انت وصلت لنهايه المشوار هذا، وصلت لنهايه المشوار بعمر ال 36 سنه ونادرا ما تشوف طبيب اختصاص قلب وصل ل 36 سنه وهو اختصاص قلب، لان احنا هنا حسبنا انه انت من الاوائل ودرست 18 سنه بدون كلل او ملل. انت خلي ببالك 18 سنه شلون ما انت تطلع من الحفاض، هاي ما تطلع من السادس عبالك انت استوك تلبس حفاضه، و18 سنه يعني عبالك انت ترجع اول ابتدائي وتوصل سادس اعدادي مره ثانيه. يعني انت اول ما خلصت السادس عبالك خلصت دراسه، 18 سنه ثانيه الحمد لله انه انت صرت جراح قلب احترافي بالعراق، ويجوز تسوي عمليه ويقعدوك قعده عشائريه ويقتلوك. يعني دا اقول لك فرضا انه انت حظك قعد والحمد لله وصلت لهاي السنه ورا خلينا نقول 18 سنه. نسيت اقول لك انه الاختصاصات الدقيقه هي بعد الاختصاص الغير دقيق. الجراحه العامه كانت اختصاص غير دقيق، الاختصاص الدقيق هي جراحه القلب. هاي السنوات الاختصاص بالنسبه للجراحه الدقيقه او الاختصاص الدقيق تقدر تشوف هنا. بس هنا أنا اقدر اقول لك انه انت ورا ما تخلص كليه الطب انت ما راح تتعين تعتبر موظف تاخذ راتبك، حتى بالاختصاص انت تعتبر موظف وتاخذ راتبك. انت ما راح تاخذ جراحه القلب واختصاص، انت ما راح تروح للجامعه، مالك شغل بالجامعه اصلا. كل هاي السنوات انت موظف وموجود داخل المستشفى وتداوم دوامك وتدرس اختصاصك بنفس الوقت وتاخذ راتبك. هنا انت تعتبر موظف. اعيد واكرر، ما راح تروح للجامعه، انت ما عندك شغل بالجامعه، انت شغلك بالمستشفى وهي الطبيب المسؤول مالتك. لحد هنا واضحه بالنسبه لك انه انت خلال 18 سنه، بس بنفس الوقت عندك امتحانات اذا رسبت بيها راح تعيد سنه، ومن هاي التفاصيل ان شاء الله. تقريبا وصلنا للنهايه. فاذا عجبك 36، طبعا انا قلت لك 36 سنه حصلت جراحه قلب، بس بالعاده هم ما يوصلون 36، يعني ياخذون سنه استراحه. بالعاده ياخذوهم سنه يتزوجون خلال هاي الفترات، مو قبل اختصاص يظل. ممكن انه تصير عنده ظروف ما يقدر يكمل، ممكن ما عنده فلوس، لان بالنهايه خل برن لك على شغله تحتاج فلوس. لان اذا معدلك التراكمي ينفذ لازم تقدم موازي، وهذا الموازي هم بفلوس. شايف الموازي مال الجامعه نفسك وموازي مال الاختصاصات الطبيه هم بفلوس. فاذا كنت مقدم اختصاص موازي وتحتاج فلوس، فبعضهم يتركون سنه ويشتغلون. فالحمد لله لحد هنا انه انت وصلت بعمر ال 36 سنه. عيد وكرر، 36 سنه ما تركت ولا سنه ولا راسب سنه ولا تارك سنه. 36 يعني خلينا نقول اقصى شيء ممكن 38 جراحه الاعصاب هم شويه بيها لوفات. والحمد لله وصلنا لنهايه المشوار مالتنا. قدرت انه اوصل لك فكره بالنسبه للطب العام. فاذا انت كنت طالب تريد تقدم على الطب العام وتريد تعرف ايش قد سنوات الدراسه وشلون سنوات الدراسه بالعراق وشنو هي المواد اللي راح تدرس وشنو هي الاختصاصات شنو هي سنوات الدراسه، بس اعيد واكرر، انت ورا ما تخلص كليه الطب او حتى بكليه الطب المرحله السادسه او الرابعه او الخامسه اغلب دوامك راح يصير بالمستشفى. هل يعجبك الدم؟ هل تعجبك العمليات؟ هل تعجبك الهوسه؟ هل تعجبك ناس تموت قبالك؟ اكيد راح تموت، لان بالنهايه احنا بالمستشفى تقدر تساعد ناس وناس ثانيه ممكن تموت. هل تتحمل هذا الشيء لمده بقيه حياتك؟ ما اعرف، هذا الشيء راجع لك. انا اللي علي حاولت اوصل لك الفكره بسنوات الدراسه، وانا اقول لك انه خلينا نقول الفلوس ممكن اذا حاطها ببالك انه بعد ما توصل ل 40 سنه، يعني اذا انت تدخل الكليه وعمرك 18 سنه لا تتخيل انه ممكن تجيك فلوس لحد ما تعبر ال 40 سنه وتاخذ اختصاص. اي نعم ممكن يصير عندك فلوس، بس بعد ايش قد؟ بعد 22 سنه من تخرجك من السادس. واذا تخلي ببالك على الراتب، فالراتب تقريبا 912 950 الف هيجي، يعني مو راتب كلش هوايه، باعتبار انه انت اذا تريد راتب تقدر تقدم على الجيش وراتبك راح يصير 1.5 مليون. فهل يعتبر مليون او 900 الف هوايه؟ ما اعرف،
هاي شغلات يمكم. بس مثل ما قلت لك اذا تشوف انه الراتب هوايه، فاقدر اقول لك انه انت بدون هذا التعب 22 سنه تقدر تروح تقدم على سلك عسكري وتاخذ راتب 1.5 مليون، وكان الله يحب المسلمين. كيفك، هذا الشيء راجع لك، مو استنقاصا من السلك العسكري مع احتراماتي لهم، بس يعني انا دا انطيك اقتراح. اذا انت ما ببالك تدرس 22 سنه ويعني بالك بس الراتب، فالراتب تقدر تشوفه باي اختصاص ثاني. لين وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يا رب يعجبكم. فيديو كلش طول، بس كنت اريد اسويه، والطلاب اللي راح يقدمون على الكليات او اللي موجودين بالكليه نفسها يحتاجون هذا الفيديو. هنا وصلنا لنهايه الفيديو، بس والله في امان الله.